السلام عليكم مشاهدي قناة الحياة البسيطة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي بسيطة وسهلة وبمقادير اقتصادية، وحدة من شهيوات رمضان واللي كتجي بنينة وخفيفة وزوينة بزاف. إذا على بركة الله نبداو الوصفة ديالنا مشاهدينا. هنا كي كتشوفوا معايا وضعنا القطع نتاع الجزر، يعني خيزو مقطع، مع الفلفله الخضراء والحمراء حتى هي مقطعين صغار. عندنا ايضا قطع نتاع البطاطس، يعني بطاطا مقطعه طريفات صغار مع الجلبانه. وهنايا عندنا الذره. غادي نضيفوا الجلبانه على الفلفله والجزر. اما بالنسبه للبطاطا نخليوها حتى من بعد، حيت في هذا الوقت بطاطا يعني صعيبه انها تبقى عاقده معنا. من بعد كنديروا التوابل مع واحد المنسم ديال الزعفران، يعني درنا شويه الابزار وشويه ديال الملحه. وهنايا كنضيفوا واحد الملعقه نتاع الزبده، مع الزبده كتجي زوينه مع الارز. بالنسبه للارز خدينا زلافه ما عامراش، وغنوضعوها في واحد الاناء. من بعد غنكبوا عليها الماء طيب، يعني الماء يكون غالي كي كتشوفوا معايا. كنكرروا هذه العمليه حتى كيتنقى معنا الرز، ويعني كنزيلوا منه كاع النشا اللي كيكون مزيود مع الارز. ومن بعد كناخذوا، يعني الا بغينا نخليو الطبق نباتي ممكن، ولا بغينا الطبق يعني يكون فيه اللحم او لا قطع الدجاج. حنا هنا خدينا قطع الدجاج مجمدين وضعتهم حتى هما مع باقي الخضر. منين تشحروا ليا الخضر مزيان عاد زدنا الارز، عاد زدت الارز. بما اننا درنا زلافه نتاع الارز، هنا غنديروا 2 زلايف نتاع الماء، يعني المقدار كندوبلوه ديال الماء. منين كيكونوا الخضر تشحروا ومرقنا الخضر، عاد كنضيفوا البطاطس في الاخير هي والذره، حبوب نتاع الذره. كنضيفوا ايضا 2 ضريسات ديال الثوم مع القزبر، تا هو كينسم لينا الارز. وايضا ممكن تزيدوا 2 معالق نتاع زيت الزيتون. كما كتشوفوا معايا مشاهدينا، ضفنا الثوم والربيع وكبينا 2 معالق نتاع زيت الزيتون. ممكن ديروا زيت النباتيه ايضا. كنحركوا المكونات جميع ونسدوا على الكوكوت ديالنا. من بعد يعني كنحصلوا على هذه النتيجه بعد ربع ساعه فقط. يعني انا سديت على طنجره لمده ربع ساعه وحصلنا على هذه النتيجه جميله. وما تخيلوش الرائحه كيفاش دايره. كنقدموا الطبق ديالنا يعني بهذه الطريقه وبصحه والراحه، يعني طبق خفيف وكيجي لذيذ، من الاطباق اللي بسرعه يعني كيحضروا معنا. يعني صراحه تقطيع الخضار مع تحضير التوابل خداو ليا ربع ساعه، وسديت على الطنجره ربع ساعه اخرى. في نصف ساعه كانت يعني الوجبه محضره معنا وبصحه والراحه. كنتمنى ان الوجبه تكون نالت اعجابكم، وشكرا لكم على المشاهده مشاهدينا.